هذا ونذيع على حضراتكم عقب النشرة ملخصا حول ما دار في مؤتمر هي والرئيس. أنا اسمي محمد مرسي، ما بدورش على سلطة، حياتي كلها كانت عينيا على مصر. وقفت دايما في الماضي أعارض النظام أذى ناس كتيرة. الاقتصاد المصري فيه مشاكل، الحكومة مش عايزة تشتغل. الأمن مهزوز، مفيش سرقة، مفيش محسوبية، الفلاح في الغيط بيعاني والعامل في الورشة بيعاني وصاحب رأس المال رجل الأعمال المخلص برضه بيعاني. والأسرة خوامها الحقيقي الأم. عندنا على الأقل 6-7 مليون ما عندهمش شغل. بحث علمي الأساتذة عارفين، عندنا علماء كتير رجالة. إن شاء الله هنعمل حاجة مع بعض ومصر الجديدة أفضل بكتير. أهلا بكم من جديد. أفادت وكالة الأنباء السورية بمقتل 9 أشخاص وبإصابة نحو 100 آخرين في هجوم انتحاري بمدينة دير الزور قرب أحد مكاتب جهاز الاستخبارات العسكرية. يأتي هذا بينما ارتفع عدد القتلى برصاص قوات الأمن والجيش السوري إلى 26 شخصا خلال التظاهرات التي شهدتها العديد من المدن السورية أمس، بينما شهدت مدينة حلب مظاهرات هي الأضخم فيها منذ بدء الاحتجاجات قبل 14 شهرا. وما زلنا مع الشأن السوري، حيث أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي حرص لبنان على تأمين الحدود مع سوريا، وأن الحكومة اللبنانية تقوم بواجبها التام بشأن ضبط حدودها. وأشار ميقاتي إلى أن تصريحات مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري حول تدريب المعارضة السورية وتهريب السلاح شمال لبنان تؤجج الخلافات بين البلدين. وأكد رئيس الحكومة اللبنانية أن هناك مساع مشتركة بين البلدين لتخفيف الاحتقان ومعالجة القضايا بهدوء وروية. اعتبر وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أن زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكي أمانو المرتقبة لإيران تعد مؤشرا جيدا لوضع إطار عمل مشترك جديد. كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت أن أمانو سيتوجه مع كبار مساعديه إلى طهران الاثنين المقبل لإجراء مباحثات حول البرنامج النووي الإيراني. من جانبهم أكد زعماء مجموعة الدول الثمان الصناعية الكبرى ضرورة سرعة التعامل مع الملف النووي الإيراني، كما بحثوا استمرار فرض العقوبات عليها. في محاولة إلى بسط سيطرتها على جنوب البلاد، تواصل القوات اليمنية معززة بفرق من اللجان الشعبية المسلحة الحملة التي تشنها ضد تنظيم القاعدة بمحافظة أبين جنوبي اليمن. هذا وأعلنت مصادر يمنية مقتل أكثر من 20 من عناصر القاعدة بالقرب من جعر، بينما تم طردهم من مديرية لودر ومدينة أم عين. يتوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي غدا الأحد إلى السودان، حيث سيلتقي الرئيس السوداني عمر البشير لبحث تطورات مع دولة الجنوب. في غضون ذلك أجرى وفد التفاوض الإفريقي برئاسة ثابو مبيكي مشاورات مع عدد من المسؤولين السودانيين بشأن استئناف التفاوض بين الخرطوم وجوبا، ومن المقرر أن يلتقي الوفد في وقت لاحق اليوم مع البشير. كانت جوبا قد دعت الأمم المتحدة لفرض عقوبات على الخرطوم لعدم التزامها بقرار مجلس الأمن الخاص بإنهاء الأعمال القتالية واستئناف المفاوضات. ساعات معدودة تفصلنا عن أهم استحقاق انتخابي في مصر على الإطلاق. أول انتخابات رئاسية حقيقية بعد ثورة يناير. الشعب هو صاحب القرار، وهو الذي سيختار
ومصر في الانتظار، فعلينا أن نحسن الاختيار. انتظرونا في الشعب يختار. الشعب يختار. نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول خطة تأمين وزارة الداخلية للعملية الانتخابية الرئاسية وما تضمنته من أرقام وأعداد وبيانات لا تمت للحقيقة بصلة. وأضاف أن دور وزارة الداخلية في الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها البلاد لأول مرة في مناخ ديمقراطي نزيه لا يتعدى دورها في الانتخابات التشريعية في تأمين مقار اللجان الانتخابية من الخارج بالتنسيق مع القوات المسلحة ودون أي تدخل في فعاليتها بأي شكل من الأشكال. إصرار وعزيمة من رجال الشرطة في مكافحة الجريمة والتصدي بكل حزم وحسم للخارجين عن القانون. مديرية أمن أسيوط نجحت في ضبط مرتكب واقعة اختطاف طفل بديروت لوجود خلافات عائلية، وتتمكن من إعادة الطفل سالما إلى أهله. الإدارة العامة لشرطة التموين تمكنت من ضبط صاحب مصنع غير مرخص وبحيازته 45,000 لتر من المواد البترولية المدعومة من قبل الدولة يقوم بإعادة تصنيعها وبيعها في السوق السوداء. مديرية أمن الجيزة تتمكن من إحباط محاولة للسطو المسلح على سيارة تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي وسرقة 420,000 جنيه. مديرية أمن الدقهلية تنجح في ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإكراه. مديرية أمن الإسكندرية قامت بحملة أمنية بدوائر أقسام الرمل والمنشية والمنتزه أسفرت عن ضبط العديد من قضايا إحراز الأسلحة النارية والبيضاء وقضايا المخدرات وقضايا البلطجة. مديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط أخطر التشكيلات العصابية المتخصصة في سرقة السيارات بالإكراه ونجحت في إعادة السيارات إلى مالكها. كما تمكنت المديرية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في اختطاف الأطفال ونجحت في إعادة الطفل إلى أهله في وقت سريع. أنا لما سمعت إنه طفل 4 سنين أنا شفت عيالي قدامي، يعني أنا بالأمانة يعني وبصدق فخدت القرار أنا والضباط بتوعي على طول، نزلت في ساعتها ورحنا هناك ويمكن عملنا حاجات جازفنا فيها، بس كل كان أملي إن أنا أجيب الطفل، فعارف إن ربنا هيسترني في الآخر عشان الطفل. الأمن تعافى بنسبة كبيرة. يوميا يتم القبض على مجرمين ومسجلين خطر وهاربين من السجون، وهذا يؤكد على الرغبة القوية من رجال الشرطة في عودة الأمن والأمان والاستقرار للشارع المصري والعمل على حماية أمن الوطن والمواطن من الخارجين عن القانون والهاربين من السجون والعناصر الإجرامية الخطرة التي تقوم بترويع المواطنين الآمنين. محمد علوي، تلفزيون المصري. خلال الندوة العربية 15 لمسؤولي المهام الكشفية من الدول العربية والإفريقية، أكد المشاركون على ضرورة إشراك الشباب بفعالية في المناصب القيادية وضرورة تعريف المجتمع بدور الحركة الكشفية الأساسي كحركة تربوية تساهم في تنمية قدرات الفتية والشباب للاستفادة من قدراتهم البدنية والعقلية والاجتماعية. استكشف قدراتك الإيجابية من خلال روح الفريق. هذه هي الحركة الكشفية التي ترقى بالفتية والشباب لتكون الاستفادة المجتمعية من قدراتهم البدنية والعقلية والاجتماعية والروحية.
كشافة باختصار هي مصنع الرجال، كشافة باختصار هي اللي بتدي دفعة للشباب، كشافة هي اللي بتعلم شباب قيم القيادة، قيم المغامرة، قيم احترام الكبير، قيم ازاي يعلم الأصغر منه، بتعلم الولاد الصغيرين وبتعلم الشباب ازاي العمل في فريق، ودي الحاجه دايما اللي بنفتقدها، ازاي نشتغل مع بعض. نزلنا نظمنا المرور ونظفنا الميدان، يمكن الكشافه فضلت 9 ساعات في ميدان عبد المنعم رياض قبل ما الجيش يستلمه، بتنظم المرور وبتحافظ على وجود الناس، وعملنا وحدات للاسعافات الاوليه في الميدان ايام الثوره. ما يفرضه العالم من واقع، تسعى الحركات الكشفية لمناقشة ووضع استراتيجيات تلبي احتياجات هذا الواقع، تلبي فقط إرساء الإيجابيات ومعها رفض السلبيات. احنا بنقول حركة كشفية يعني شيء متغير، يعني شيء مواكب لكل الظروف. عارفين المنطقة العربية بتمر بتغيرات كتيرة، بتمر بأفكار كتيرة، بتمر بأطروحات للشباب العربي، لابد ان برامجنا واستراتيجيتنا تتضمن هذه الأطروحات وتتضمن هذه المتغيرات علشان نبقى مش الشباب في وادي واحنا في وادي. لا، 87% من المسؤولين القيادات الموجودة اللي بتقود الحراك البناء في المجتمع العربي في يوم من الأيام مروا بمسيرة الكشافة الوضائية. الكشافة عمل جماعي ليس فقط داخل الدولة، إنما في إطار الوطن العربي. يكفي النيل أبونا والجنس مصري وسوداني، لذلك تجد أنه كثير جدا من الفعاليات والتواصل بين الكشافة السودانية والكشافة المصرية. ودخول الإنترنت وعلى الويب سايت أصبح الآن هناك التواصل الكشفي من المشرق العربي حتى المغرب العربي خلال ثواني. الحركة الكشفية مؤسسة تربوية تعمل في توازي مع الأسرة والمدرسة لتكوين شخص إيجابي فاعل. أحمد نبيل، التلفزيون المصري. ومن أخبارنا الاقتصادية، كشف ممتاز السعيد وزير المالية عن إجراء مشاورة مع السعودية للاكتتاب في سندات خزانة مصرية بقيمة $0.5 مليار، متوقعا أن يتم ضخ هذا المبلغ في أول يونيو القادم. وأشار السعيد إلى أن مبلغ الوديعة التي سيتم إيداعها بالبنك المركزي بقيمة $1 مليار دخلت بالفعل منذ أيام قليلة، ويجري حاليا مشاورة مع البنك المركزي لتحويلها إلى قرض لمساندة الموازنة العامة الجديدة. وبالنسبة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، قال السعيد إن الصندوق أعلن مؤخرا عن انتظاره لتوافق سياسي للتوقيع على الاتفاق لحصول مصر على قرض منه، مؤكدا أن الحكومة لا تزال تأمل في التوصل لاتفاق ليس للحصول على تمويل من الصندوق، ولكن للحصول على شهادة بجدارة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز الصعوبات الراهنة. أقر المساهمون في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إنشاء صندوق خاص بقيمة $1 مليار للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف البنك أن الصندوق سيستخدم للاستثمار في الدول التي دخلها البنك حديثا، وهي مصر والأردن والمغرب وتونس، حيث يفترض أن تنجز المشاريع الأولى في سبتمبر القادم. ويتوقع البنك أن يستثمرها ليصل إلى $2.5 مليار سنويا في المنطقة، ليصل إجمالي الاستثمارات السنوية إلى حوالي $11 مليار. هيمنت أزمة ديون منطقة اليورو على اجتماعات مجموعة الثماني والتي عقدت بمنتجع كامب ديفيد بالولايات المتحدة. كان زعماء المجموعة قد اتفقوا خلال اجتماع الأمس على مواجهة المشكلات الاقتصادية في القارة والحيلولات دون انتشارها إلى سائر دول العالم. وقبيل بدء الاجتماعات، عقد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند جلسة مباحثات مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما لبحث القضايا المشتركة ومستجدات الأزمة المالية، وشدد على ضرورة تحفيز النمو الاقتصادي لتعويض تداعيات إجراءات التقشف. نهاية 5، ولكن يمكنكم متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني egnews.net. شكرا لمتابعتكم الكريمة، إلى اللقاء. نترككم في رعاية الله وأمنه.